ايه يا بابا؟ قالوا لي انك عايزني. لو على علي ما تقلقش، انا مش سايب. لا لا لا، مش على علي، انا قلقان عليك انت. عليا انا؟ ليه؟ يعني من ساعه ما خلصت دراسه وانت سايبك براحتك، يعني داخلين على سنه اهو. يا بابا انا عايز اغني في كافيه لحد ما نشوف هنعمل ايه. ماشي يا طه، وانا هسد معاك في المصروف. ومن ساعتها وانا سايبك بسالكش. فايه بقى هتعمل ايه؟ انا فاكرك عارف. عارف ايه؟ عارف ان انا بعمل فلوس عشان اعمل الاستوديو اللي انا نفسي فيه، عشان اعمل المزيكا اللي انا بحبها وانزل اغاني وكده. ايه يا ابني كميه اعمل اللي انت قلتها دي؟ امال انت عايزني اقول لك ايه يا بابا؟ اقول لك ما اعملش مثلا؟ ما تقلقش عليا يا حبيبي، انا زي الفل والله. وايه بقى مسطره زي الفل اللي انت قست عليها؟ يعني ايه يا بابا؟ يعني انت قلت زي الفل بناء على ايه؟ بناء على اللي بعمله ومخطط له وبتحرك فيه. مم. واللي بتعمله ده هو خليك تروح تمضي مع هند تمسك شغلها؟ ايه، تشتغل عندها ولا هشتغل معاها عشان لو عندها دي مزعلاك؟ بص يا طاهر، فكرة انك تخاف على هند وانها اختك دي فكرة انا احترمها جدا. بس لما تحول العلاقة اللي بينكم لشغل اكيد هتخسرها كاخت، مش بعيد تخسر نفسك. ودي بقى الحاجة اللي ممكن تقهرني. بابا انت مكبر الموضوع قوي. ايه اخسر نفسي دي؟ ايوه، الثوابت اللي في حياتك تتغير، معاييرك للصح والغلط تتغير، وفكرة ان الغاية تبرر الوسيلة ممكن تهزمك. طاهر، انت درست هندسة عشان تشتغل مهندس. هو انا عملت ايه لكل ده؟ انا بحب حاجه من وانا صغير وشاطر فيها، ودخلت الكليه اللي انت قلت لي عليها، وقلت لك يا بابا انا مش هشتغل بالشهاده دي. انا شايف نفسي بعمل مزيكا حلوه، بغني اغاني انا اللي عاملها، وانا ما قصرتش معاك في حاجه يا بابا. انا دخلت الكليه وذاكرت ونجحت واتخرجت، وما رجعتش في كلامي معاك يا بابا خالص. وحبيت، وانت زعلت مني وقتها. فاكر قلت لي ايه؟ اهلها اهم حاجه عندهم هي الفلوس، مع انك كنت ممكن تساعدني لو كنت بعت البيت، وكنت ممكن تديني فلوس ابدا بيها حياتي. بس انا كبرت دماغي، ما ضغطتش عليك، واستحملت فراق ندى بالعافيه. اللي رجعت قالت لي عايزين نرجع لبعض على فكره. عارف قلت لها ايه يا بابا؟ قلت لها هفكر. عارف ليه؟ عشان انا بتغير يا بابا وبكبر، وما بقتش بفكر بقلبي خلاص. انا قلبي ومشاعري حطيتهم في حته بعيد، انا نفسي بقتش اعرف هما فين. اللي يحصل يحصل. طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ مخنوق شويه. مخنوق شوية ولا عشان حاسك مش طاهر ابني؟ لا يا بابا انا طاهر، والله العظيم طاهر. بابا هو انت ليه وقفت جنب هند عشان تعمل اللي هي عايزاه؟ عشان ده حقها. طب وانا؟ وحقي؟ انت مستخسر فيا حقي؟ حلمي اللي انت عارف ان انا بجري له بقالي قد كده. يا حبيبي ما تقارنش نفسك بهند. يا بابا الموضوع هو هو. لا مش هو هو. يا سلام، لا هو هو. يا طاهر، هند بنت نجحت وعملت اللي هي عايزاه، بس مصيرها تتجوز راجل تبقى مسؤولة منه. يقعدوا بقى مع بعض يتفقوا تكمل في الشغل او ما يتفقوش، دي حاجة ترجع لهم. وبعدين انت مين قال لك ان هند ممكن تكمل؟ مش يمكن نجمها يخفض بعد شوية، تطلع ممثلة تانية اشهر يروحوا لها؟ ما انت فاهم موضوع الترند. واقول لك، نادية عمرها ما هتطمن على هند غير لما اتجوزها. انما انت راجل، راجل وهتبقى مسؤول عن بيت. لو موضوع المزيكا ما مشيش معاك، ساعتها بقى تعمل ايه؟ تفشل وتقع وتخسر نفسك؟ تاني يا بابا هتقولي تخسر نفسك؟ وتالت ورابع. بص على حياتك قدام شوية وشوفها، لو موضوع المزيكا ده ما مشيش هيبقى شكلها ايه؟
ايه اللي مش هيخليه يمشي؟ ايه اللي مش هيخليني انجح؟ اي حاجه، هو في حاجه في الدنيا مضمونه يا ابني؟